حرفيا انت لو ما فهمتش الاصوات دي نطقك في اللغه الانجليزيه عمره ما يتحسن نهائي. وفي اخر الفيديو ده هتكون عارف تفرق بينهم وتستخدمهم في كلماتك ومحادثاتك اليوميه. صدقني الناس هتنبهر بمستواك وبالاسرار اللي انت هتعرفها بعد الفيديو ده. بدون اي مقدمات يلا نبدا على طول. هنتكلم في الفيديو ده عن اهم 3 اصوات في اللغه الانجليزيه اللي صدقني مفيش محادثه هتسمعها او هتدخل تتكلم فيها الا وهتستخدم ال3 اصوات دول. هنتكلم عن الصوت، ازاي ننطقه ونطلعه من الفم بطريقه صحيحه. هناخد امثله عليه بكلمات وبجمل. اول صوت معانا هو صوت عارف لما بتروح عند دكتور وبيقول لك قول بالظبط اكنك بتقول واحنا بنسميه في اللغه الانجليزيه صوت التثاؤب، اكنك بتتاوب بالعربي لما بنقول بتتاوب كده. وبنرمز للصوت ده بالرمز ده، بيبقى علامتين كده وحرف الاي وجنبهم نقطتين اللي هو صوت زي مثلا كلمه كار، كار. زي كمان كلمة star تعال ناخد كمان شوية أمثلة. hard father park. وخلي بالك إن مش شرط إن أنا أقول حرف ال A عشان أطلع صوت ال لا، في كمان عندنا صوت ال O. زي مثلا الكلمة دي مش بنقول عليها hot، لا بنقول عليها hot فعاملة برضو صوت ال والكلمة دي برضو not ودي برضو sharp. طب تعالى كده ناخد كام جملة. my car is fast. the park is big. I love my father. الصوت التاني هو صوت ال خلي بالك انه مختلف عن الاول كنا بنقول الدكتور بيقول لك قول ايه انما هنا صوت ال عارف لما في اللغة العربية بنقول ألف فتحة صح، بنقول ألف فتحة بالظبط هو الصوت ده. فزي مثلا بنقول كلمة كات أو كمان كلمة هات أو كلمة مان تعالى كمان ناخد شوية أمثلة. بات باج اج فان تعالى كمان ناخد بعض الجمل. The cat is on the mat. He is a sad man. عشان ما نتوهش من بعض، أول صوت هو صوت ال زي كلمة car want، ده أول صوت. الصوت الثاني هو صوت ال زي كلمة fan bag. الصوت الثالث وهو صوت على فكرة مهم جدا هو صوت ال عارف الحرف ده اسمه ايه؟ الحرف ده اسمه A. هو بالظبط الصوت بتاعه هو اسم الحرف اسمه A والصوت اسمه A وبنرمز له بالرمز ده A. لو ملاحظ في الصوت ده ان اللسان بيكون ورا الشفايف فبنقول A، وكمان بيكون في وضع ان هو مفلطح كده ولامس الاسنان من الجوانب كده، الاسنان العلوية، فبنقول A. وافتكر دايما ان هو نطقه زي اسم حرف ال A، ده A وده A. زي مثلا كلمة name والكلمة دي اسمها cake. تعالى كمان ناخد شوية أمثلة. same وخلي بالك برضو ان احنا مش حرف ال A بس هو اللي بيعمل الصوت ده، لا ممكن كمان حرف ال AY في نهاية الكلمة. زي مثلا كلمة stay say spray أو كمان حرفين ال AI فنقول مثلا aim wait rain أو كمان الصوت اللي احنا كنا لسه واخدينه ال A consonant E، ال A وبعد كده حرف ساكن وبعد كده حرف ال E زي كلمة take save وهكذا. وكمان ممكن حرف ال EY في آخر الكلمة فنقول مثلا gray they أو كمان ممكن ال EIGH زي كلمة way أو eight
ate. فتعال ناخد شوية جمل. She made a cake. She made a cake. We play the same game. We play the same game. يبقى الثلاث أصوات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة افتكرهم بالطريقة دي. أول صوت هو صوت ال لما الدكتور بيقول لك قول زي مثلا كلمة car. الصوت الثاني هو صوت ال الألف فتحة زي كلمة sad. الصوت الثالث هو نفس اسم حرف ال A فهو اسمه A زي كلمة pain. عايزك بقى تكتب لي في الكومنتس كلمة على كل صوت من الثلاث أصوات اللي احنا اتكلمنا عنهم، ومش شرط يكونوا كلمات جديدة، أنا عايزك بس تشارك تمرن لسانك معايا. كل صوت احنا بنتكلم فيه لازم تكرر ورايا. لو انت ما عملتش ده صدقني مستواك مش هيتحسن. لازم تمرن لسانك ان هو يطلع الأصوات دي بالمخارج الصحيحة. وطبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وكمان ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو ده مع كل اصحابك اللي عايزين يتعلموا اللغة الإنجليزية. يلا اشوفكم على خير.